السرطانات هي مجموعة من الأمراض الخاصة بالنمو الشاذ للخلايا مع القدرة على الانتشار. الورم الخبيث يكون عبارة عن خلايا نمت بشكل غير منتظم، وتكونت منه كتل سرعان ما بدأت في الانتشار في باقي الجسم. كل خلايا الأورام لديها 6 بصمات الخاصة بالسرطان، تؤدي إلى إعاقة عمل الخلايا الصحيح وتقدم المرض. عندما يبدأ السرطان في الجسم لا يكون له أي أعراض، فإن أعراضه تظهر فقط عندما يكون كتلا، وتكون علاماته قليلة جدا ومحدودة. كثير ما يحدث السرطان لأشخاص لديهم مشكلات صحية أخرى يتعالجون منها. الأشخاص المصابون بالسرطان يكونون عرضة للقلق والاكتئاب بعد معرفتهم بالإصابة، ويزداد خطر الانتحار لديهم للضعف. إن التدخين هو المسؤول الرئيسي عن 22% من وفيات السرطان. يمكن الوقاية من الكثير من السرطانات بالمحافظة على وزن صحي، وعدم تناول الكثير من اللحوم الحمراء، وكذلك تلقي اللقاحات المحددة لبعض الأمراض، بالإضافة إلى عدم التعرض الزائد لأشعة الشمس. إن إجراء كشف الأشعة التلفزيونية يكشف مبكرا عن سرطان عنق الرحم والقولون والمستقيم. الرعاية الترفيهية للمرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من السرطان تكون مهمة جدا. فرصة النجاة من المرض تعتمد على نوع السرطان والمرحلة التي بدأت فيها رحلة العلاج. السرطان دائما يتم علاجه من خلال بعض العلاجات الشائعة التي تتمثل في الإشعاع والعلاج الكيماوي والتدخل الجراحي. أحيانا يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للأطفال المصابين بالسرطان حوالي 80%، ولكن بالنسبة للأطفال الموجودين في أمريكا ينخفض ل 66%. إن السرطان يتسبب في 15% من وفيات البشر. الأنواع الشائعة للسرطان في الرجال هي سرطان الرئة والبروستاتا والمستقيم والقولون والمعدة. أما في النساء فيكون سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة وعنق الرحم. في عام 2012 زادت حالات السرطان 14 مليون حالة جديدة، دون أن تشمل على المصابين بسرطانات الجلد. خطر الإصابة بالسرطان زاد بالنسبة للسن الأصغر عن 15 عاما، وكذلك زادت معدلاته في الدول المتقدمة. إذا أدرجت سرطان الجلد غير الميلانوما في مجموع سرطانات جديدة كل عام، ستمثل نحو 40% من الحالات. في الأطفال يكون سرطان الدم الليمفاوي الحاد وأورام الدماغ هي الأكثر شيوعا. قدرت التكاليف المالية للسرطان ب1.6 تريليون دولار أمريكي سنويا. أكثر من 20,000 شخص يموت بالسرطان يوميا. 50% هي نسبة خطورة نمو السرطانات للرجل على مدار حياته في أمريكا. السرطان يتسبب في عدد وفيات أكثر من مجموع ما يتسبب فيه الإيدز والسل والملاريا من وفيات. هناك أكثر من 100 نوع للسرطان، لأن كل عضو في الجسم من الممكن أن يصاب به. اليوم العالمي للسرطان يكون كل يوم 4 من فبراير للتشجيع على الوقاية منه والكشف عنه والعلاج. أكثر من 2 مليون سرطان جلد يتم تشخيصه كل عام. الرجال الذين لم يتزوجوا أبدا يكونون عرضة للوفاة بالمرض أكثر من المتزوجين. 77% من الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بالسرطان يكونون 55 عاما أو أكثر. أنواع السرطانات الشائعة تختلف، ولكن عبء الإصابة بالسرطان يتشابه ما بين الحيوانات والبشر. هناك 28 مليون ناجي من السرطان في العالم.